في تجربة أنا سألتها لحد من الناس اللي أنا عارفهم، عمره ما دخل في مجال ال 3 دي ولا حتى يعني يفهم عنه أي حاجة، وقلت له في حاجة بسيطة أوي. قلت له إن أنت روح افتح جوجل ودور لي على 3 حاجات بتيجي في بالك أول لما أقول كلمة بلندر أو 3 دي أو كده. وجاب لي 3 صور الصراحة من ساعة ما شفتهم وأنا عرفت ليه الناس بتكره ال 3 دي وما بتحبوش. اول صوره كانت صوره الجيومتري نودز. الصوره دي حرفيا اي حد بيشوفها كان بيجيله اكتئاب، كان حرفيا بيكره ال 3 دي وكان بيقول لنفسه ان انا مستحيل اتعلم مهاره زي دي، مع ان الجيومتري نودز هي مهاره من ضمن المهارات واداه زي اي اداه. تاني حاجه كانت واجهه 3 دي المفزعه، حتى بقى انتشرت بقى ميمز وحاجات من دي، انه واجهه بلندر عامله زي واجهه الطياره كده، كلها زراير وكلها حاجات صعبه ومحدش بيفهمها. مع ان على فكره انت لو فهمت ان في كام زرار من دول مهم والباقي لا، وفي حاجات مهمه لازم تعرفها وعرفت كل حاجه بتعمل ايه، انت حرفيا ضمنت بلندر في جيبك. فلكن الواجهه دي من كتر الزراير اللي فيها كانت بتخلي الناس تفكر ان هي ما تتعلمش 3 دي اصلا. تالت حاجه وهي الجراف. الجراف الموجود في التايم لاين، فكره ان انا اخلي الحاجه بقى لينر وبيزيار واخلي الانيميشن يبقى سموز مش سموز والحاجات دي كلها. الناس بتفكر ان الجراف ذات نفسه صعب قوي ومعقد وشكله كده عباره عن خيوط كده معقده مشبوكه في بعض.